سلام حبيباتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. وقت اللي نلقاكم هذا الفيديو اليوم من مطبخ غزلان، جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده، وصفه ولا اروع. هذه الوصفه وصفه اللحم، يجي اللحم مشوي او ميم طون محمر. وصفه سهله وسريعه والنتيجه عندنا لحم مشوي او ميم طون محمر، بدون كثرة ليزيبيس، يجي ولا أروع، يجي يذوب في الفم كما راكم تشوفوا في الصورة. خياتي وحبيباتي، نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتطبقوها. وقبل ما نبدو الوصفة صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق، عليه أفضل صلاة وسلام. حبيباتي، هذه الوصفة كما قلت لكم يجي اللحم محمر ومشوي او ميم طون، ما فيش لي زيبيس بزاف، بلوبيا ماشطو محمره، كذلك صوتي او ميم طون محمره. الحاجه الاولى اللي نبدو بها هي عندي هنا طرف اللحم، راني غسلتهم، راني ندير لهم في الملح. هنايا نديرو كميه مليحه من الملح معتبره كما تعرفوا، نديرو رشه ملح تاع فلفل اسود، راح ندير لهم في لي كوتي لي دو كوتي هكا. وراح نزيد هاد لي زيبيس تاع اللحم المحمر. هاد الشيلات خواتاتي، هاد لي زيبيس راح يعطيهم واحد البنه ولا اروع. كما راكم تشوفوا درتهم ديريكتومون في لاكوكوت، ما درت لها لا ما ولا زيت، يعني ما درت لها حتى قطره تاع ما ولا حتى قطره تاع زيت. كما راكم تشوفوا اللحم ديريكتومون درتها في لاكوكوت تاعي وقفلتها، وراح نشعلت عليها النار. كي تبدا تصفر خواتاتي نقص لها النار كما راكم تشوفوا قليله، ونخليها هنايا مده ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه على حساب اللحم تاعك خواتاتي، ولا على حساب لا كوكوت اللي عندك. هذه هي، شوفوا هنا بعد ما حليت عليه على ربع ساعه، شوفوا كيفاش لقيته طايب زبده. والله خواتاتي جا ولا اروع، يجي محمر ومشوي كما راكم تشوفوا فيه شغلاني شويته في الفور، وخدا هذاك لابونزاج تاعه. شوفوا لي دام اللي طلقه ليه هذا اللحم، انا عندي ديجا اللحم فيه شويه يدام فيه شحم، لكن معليش راح كلش راح يبقى في لاكوكوت. في هذه المرحله انا راح نضيف نربي فص تاع توم هكذا، معليش في هاد لا كونتيتي تاع الليدام نحتاجوه يعطينا البنه، احنا نحتاجو البنه. في هذه المرحله خواتاتي اذا بغيتي تزيدي مغرف تاع زبده او مارغرين، ضيفي زبده تاع مارغرين راح يعطيها بنه كذلك روعه. هنايا راني نضيف في اللوبيا تاعي ماشطو قبل بعد ما نقيتها وغسلتها وقطرتها من داك الماء، راح نقليها مليح في هذاك الليدام تاع اللحم والثوم اللي ربيته. زدت لها هنايا عود تاع قرفه عود، لي زيبيس اللي درتهم في اللحم راح نديرهم تاني في اللوبيا ماشطو تاعي. درت فلفل كحل، وزدت درت هذاك لي زيبيس تاع اللحم المحمر، ملح، ونحركو مليح. كما قلت لكم اذا حبيتوا خواتاتي تضيفوا في هذيك المرحله الزبده نضيفوها. هنا راح بعد ما تقلت لي، شوفوا اللوبيا تبدل اللون تاعها. هذه اللي دام كما راكم تشوفوا فيه ما حاش نخليه ما حاش نحتاجه، راح نقص منه كامل، نخليه غير حاجه قليله. شوفوا شحال خليت الليدام، ما نحتاجوش هذاك كامل الليدام، انا فقط غير باش قليت فيه ديك اللوبيا، خدات البنه تاع اللحم، هذه هي الغرض. ضفت هنايا نص كاس تاع ماء، وراح نغلق عليها مده 10 دقائق فقط، قسمة طيب لي هذا مكان. هنا ضفت كركم وشويه زنجبير هكذا، نخلط مليح المكونات. وكما قلت لكم خواتاتي راح نقفل عليها مده 10 دقائق فقط، هذا مكان.
هنا خواتاتي بعد ما فاتت 10 دقائق هشوف كيفاش طابت ما شاء الله. شوفوا لاصوص اللي بقات لي، حاجه قليله ولا اروع. والله شيرات خواتاتي تهيتكم في الجنه، يجي لا ولا اروع. شوف كراها طايبه زبده، اي ما شاء الله وبنينه واحد البنه. صدقوني خواتاتي جربوها وتعرفوا واش راني نقول. هنايا اكومبانيتها بشويه فريت، راني نقلي هنا في الفخيت معاها. شوفوا لاصوص اللي بقات، هذه هي، هذا مكان. هنا راني نحط في اللوبيا تاعي المشطوب. كما قلت لكم هذه الوصفه راح توجد معكم في اقل من نص ساعه، يكون عندكم بلا واجد وبنه ولا اروع. هذه هي خواتاتي، نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم وتجربوها. اكيد راح تعجبكم وصفه اللوبيا ماشطو صوتي ومحمره مع اللحم مشوي او ميم طون محمر. حبيباتي اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخلونا جيم وبارطاجوا الوصفه مع الاحباء والاصدقاء باش تعمل فائده. خواتاتي الى فيديو واحد اخر نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.